هنعمل مع بعض النهاردة حواوشي اشهر المحلات واقولك على كل اسراره. يلا بينا. معايا كيلو لحمة مفرومة، واهم سر ان اللحمة المفرومة لازم تكون فيها نسبة دهون. تاني سر ان البصل يكون قد اللحمة المفرومة، يعني كيلو لحمة مفرومة هياخد كيلو بصل، وهياخد ربع فلفل الوان احمر، وده برضو من اسراره، وربع فلفل رومي. ولو انتي بتحبيه سبايسي هنضيف قرن فلفل حراق مع كام فص توم. وهقولك على البهارات بتاعه الحواوشي. وهي هضرب البصل والفلفل الالوان والثوم، وهضيف معاه البهارات، وهي عباره عن انا عاملاها هنا. في اول حاجه هعملها هضرب البصل مع الفلفل الالوان والفلفل الرومي والثوم في الكبه، هضربهم وارجع لكم. ودي شكل الخلطه بعد ما ضربتها. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. انا دي بهارات حواوشي عاملاها في البيت، عبارة عن معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة قرفة، ومعلقة كبيرة جنزبيل، ومعلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة كبابة صيني، ومعلقة كبيرة حبهان مطحون. وحطها عندي كل ما بعمل حواوشي بحط منها معلقة كبيرة على الكمية اللي انا عاملاها دي. هضيف عليها كده، ريحتها فظيعة. بقلب كده. وطبعا الفلفل الاسود بتاعنا، عارفين اللحمه المفرومه عامه بتحب الفلفل الاسود الكتير. هضيف الملح بتاعي. واهم سر بقى في الحواوشي هو البيكنج باودر. فانا هضيف كيس بيكنج باودر عليها، ده هيخلي اللحمه بتاعتي في الرغيف سمكها مرتفع حلو جدا. حتى لو انتي عاملاه في الرغيف رفيع فهيديك سمك حلو جدا، وده من اسرار الحواوشي. انا ضفت هنا اللحمه المفرومه بتاعتي، هقلب كده كله في بعضه اهو. وده ادي الخلطه جهزت معايا اهي. دي كميه ممكن تعمل معاكي 24 رغيف. بجد الحوشي ده من الاكلات الجميله جدا، وبرده موفره جدا. يعني انتي لو اسره صغيره انتي ممكن تعملي نص كيلو لحمه مفرومه، هيعمل معاكي 12 رغيف. انا هنا بعمل على قدي انا وجوزي، والباقي بشيله في الفريزر، بحتفظ بيه في الفريزر. عندي جوزي بيعشق حاجه اسمها حواوشي، فكل ما بيعوز بطلع واعمله اهو زي ما انتم شايفين كده. هحشيه بقى في الرغيفه وارجع لكم. انا سبتها ساعتين في التلاجة. هبدأ بقى اعملها في الرغيفه. انا قصيت كده بالمقص. اهم حاجه وانتوا بتجيبوا العيش لو عايزه عيش حواوشي زي ما انتم شايفين كده، بيبقى عيش ابيض. هكور كده واحط في الرغيف. زي ما انتم شايفين فردته جوه الرغيف. هعمل بقى بقيه الرغيف وارجع لكم. انا عملت 4 رغيفه على قد انا وجوزي. هبدأ بقى ادهن الوش كده بسمنه. وانا بدهن اكون ولعت على الفرن على اعلى درجه حراره. بعد كده اول ما يسخن الفرن هبدأ احطه بقى على الصاجة، تمام، على درجة 180. اهو ده شكله بعد ما خلص.
عايزه اقولكوا الريحه بتاعته قلبت الشقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكوا كل جديد.